دعم الدوله يبقى اللي مش معاك يبقى ضد الدوله؟ ايه القرف ده؟ انت عايزنا نقلب على الراجل ولا ايه؟ تاني، ولو قلبت تاني يا استاذ قلبت انا ما بخافش من حد ومحدش بيجاملني في حاجه. وانا لما رحت ونزلت قلت السيسي ما كنتش خدت منه حاجه ولا وعد ولا عايز ابقى محافظ ولا وزير ولا حاجه. انا نزلت بدراعي، خلي بالك يا محمود، ونزلت حمله تشهير ضدي وضد ابني، تاني ضدي وضد ابني، ونجحنا احنا الاثنين. انا احمد في دايره المشاهير الجامده هنا، وكسب الشبكي اللي هم زعلانين عليه ويقول لك اصل الشبكي صاحب السيسي والسيسي زعلان عشان الشبكي سقط. طب ما تزعل، هو ده الشباب يا سيسي اللي انت عايزه؟ طب احمد شاب 30 سنه زعلان عشان الشبكي اللي سافر امريكا وقال اللي انت عملت انقلاب ضد مرسي، ها؟ ومخلي عبد الله السناوي ده ولا السناري ده ابو شعر دون ومش عارف شكله غريب قوي طلع مع شريف عامر يقول لك اصل السيسي زعل قوي ان عشان الشبكي سقط ده صاحبه وحبيبه. يا سلام، انا فاكر السيسي يبقى فرحان قوي ان شاب في سن احمد يكسب واحد سافر امريكا وشتم مصر، ها؟ وعاملين لي مندبه من يومها ان الشبكي سقط ما يسقط ولا يندعم. هو في ايه؟ ما تعرفش الزفرانيا ولا ايه؟ مش ده اللي سافر وقناه الجزيره سجلت له على الهوا وبيقول اللي حصل ضد مرسي انقلاب وضد الشرعيه وضد الديمقراطيه؟ هو ده صاحبك يا سيسي؟ اذا كان ده صاحبك خلاص الحساب قادم ومحدش مجاملني، محدش مديني صوت. انا نازل بدراعي ودايرتي، اهلي وناسي في متغمر بندر ومركز طلعوني الاول على مستوى الجمهوريه. ما شفتش حد في مؤسسه الرئاسه كلم بتاع السي بي سي الدبليو سي دون وقال له عيب انك تنزل شريط وانت التلفزيون ده مش تلفزيون ابوك، مش قناه ابوك، ازاي تنزل شريط وراجل عنده انتخابات الاسبوع دوت تقول انه بلطجي وارهابي؟ لا، كانوا فرحانين بدون. فانا مش هسكت وبقول اهو وبحذر، انت نفر في المجلس تخش مجرد نفر واللي بتعمله ده تآمر ضد الدوله مش لدعم الدوله، تآمر ضد الدوله، وهتخلي اي حد بيحب السيسي وبيدعمه وبيحترمه فعلا هينفر منه، لانك انت محسوب على السيسي وبتخوف الناس بيه. فما اقول لك من فضلك كلامي واضح، تخش المجلس تحترم نفسك، انت نفر، مفيش حاجه اسمها دعم دوله وبتاع دوله وحب مصر. حضرتك داخل احزاب داخله، حزب مصريين احرار ليه مقاعد، ليه عنده ممثل ليهم، الحزب بتاع بيستهبل الوطن اسمه يستهبل الوطن، ها؟ مش مستقبل الوطن. يسالوا مين بيدعمك يقول لك احمد ابو هشيمه واسمه ده ومنصور عام. طب يا ابني موضوع اللي المفروض الثوره قامت ضدهم عشان معاهم فلوس، امال العداله الاجتماعيه ايه؟ الله يخرب بيتكم، انتوا بتتكلموا عداله. طب يا ابني عندك الناس مين اللي عندك؟ قال لك لا انا كل الناس اللي عندي معلبين، اللي عنده 60 سنه و65 سنه. انت جاي تعرض ساب الوطن؟ خلي بالك جه عند حزب الوطن عندك ممثل ليه، انما انت مين بقى؟ القايمه بتاعت حب مصر دي كانت قايمه بمجرد الانتخابات ما انتهت ما عادش فيها، هو هدمنا قايمه على طول؟ لا حضرتك خلاص خلصت. حضرتك عندي بقى احزاب جوه المجلس، وتحذير اخير ليك يا سيف اليزن واللي وراه، لو اتكلمت هقلب الدنيا، وعندي كتير لو كلمته بقول لك تاني هقلب مصر والعالم. فده تحذير اخير. ويا اخويا مصطفى بكري يا محترم ويا اسامه هيكل يا اخويا محترم، هاتوا الراجل ده ادوا له برشامه تهديه شويه، عشان اللي بيعمله ده بيسيء للدوله المصريه والرئيس السيسي اللي احنا بندعمه مش عشان حاجه. خلي بالك احنا مش بندعم السيسي عشان رزق، ولا انا ما بخافش منه، عشان مصر في عنق زجاجه. مصر ماشيه دلوقتي في مر حصار اقتصادي. النهارده السيسي بتاخد حكم مليار و700 مليون دولار وانا مش لاقي اكل. خلي بالك قطر بتتامر عليه، مش عارف مين، يعني الدنيا مقلوبه. فما تخلوش بقى اللي جوه بقى يقلبوا هما كمان، خلينا ماشيين كده واحده واحده وهنطاق لغايه ما نخش ونفرقع من جنابنا. لكن لو هتزيد عن الحد، الشيء لما بيزيد عن حد وينقلب الى ضده. قصه دعم الدوله من بكره يتلغي، واللي هيقول لي بكره دعم دوله هروح اعمل له مؤتمر صحفي اقول له طب تعالى قول لي بقى الدوله بقى والنظام بتاعك عمل ايه، ونبتدي نحكي بقى والسفريات والعشوائيات، عندي كتير اقوله. خلاص؟ فمن فضلك من فضلك اهدى.